أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نور في قلبي. سعيدة بوجودي النهاردة في حلقة عن الدعاء والذكر. دايما بنقول ربنا أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دايما بنقول الدعاء الشيء اللي احنا بنرغبه في الدنيا، ودايما بيقولوا ان الدعاء بيغير القدر. كل الحاجات دي يمكن تساؤلات بنسألها لنفسنا كل يوم، لكن النهارده وجود دكتور محمد داوود مشرفني النهارده، استاذ العلوم اللغويه بجامعه قناه السويس، هيرد لنا ويطمنا ويطمن قلوبنا على كل الاسئله دي. اهلا بحضرتك معانا، مشرفنا ومأنسنا يا فندم. أهلا ومرحبا. فضيلة الشيخ محمد، لو احنا تحدثنا عن في بعض الشيوخ الأجلاء زي حضرتك يقولوا لنا الدعاء هو مخ العبادة، فازاي ان انا يكون مخ العبادة؟ وبعدين حضرتك ذكرت لنا شيء جميل جدا، التركيز في التسبيح وفي العبادة. في بعض الناس يقول لك انت لما بتسبح ممكن ما تكونش متوضئ، ممكن لما تكون بتتفرج على التلفزيون مثلا سبح، انت كده بتاخد حسنات. لما تبقى سائل عربية، فهل أنا كده بفقد الخشوع؟ هل كده ما يكونش مقبول، ولا نفس الطريقة، ولا يعني مسموح بكده عشان يكون ذكر الله معايا في كل وقت؟ حاضر، أتم الكلام وأجيب عن هذا السؤال اتفضل يا شديد فندم. الأهمية. اتفضل يا فندم. ذكرا لبيان حال الذاكر من الخشوع والخضوع، وأن يعيش المعاني التي يذكر بها ذكرا، ثم وصف الكثرة كثيرا أي دائما. يكون في سيارته كما ذكرت، يكون في مزرعته، يكون في عمله، أثناء ذهابه في الصباح، أثناء رجوعه من العمل، بعد الصلاة وقبل الصلاة، في وقت السحر، يعني في كل أحيانه المؤمن لا ينقطع عن ذكر الله عز وجل. الله. ثم قال كل ربنا لسانه عطر على طول. موصيا بشيء محدد من الذكر لخصوصيته لأهميته، وهو التسبيح، فقال سبحانه: وسبحوه بكرة وأصيلا في أول النهار وفي آخره، لإفادة دوام الذكر. وهنا مسألة الخشوع والخضوع في ذكر الله عز وجل مسألة مهمة، لكن لها سبيل كي يتحصل الإنسان عليها. يعني كيف يحصل الإنسان الخشوع في ذكر الله عز وجل؟ بأن أولا يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى أثناء الذكر، أيضا يعيش معاني الذكر الذي يذكره. حين يذكر الله بالتسبيح يعلم معنى التسبيح، لأنه ينزه الله عن كل نقص، وأنه مش يصف ان هو الله يتكلم على بكل طول كمال. ويمسك السبحة ويعد بس يعني أنا ما بسمعش كلام وأنا بذكر ربنا، خلي بالك، لا. اتفضل. أنا مش حافظ كلامه وبسمعه، لا 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 لا، مش ده الذكر. إنما الذكر أن تعيش معنى الذكر، الله. وأن يكون من المعايشة لمعنى الذكر الإجلال لله عز وجل. ولذلك تعظيم الله سبحانه كان الصالحون من السلف الصالح إذا ذكروا احمرت وجوههم، تغير صوتهم. لماذا؟ من الخشوع والطمأنينة القلب. نعم، من حالة الخشوع والمعايشة لذكر الله سبحانه وتعالى. فلما سئل أحدهم يعني لسيدنا حاتم من السلف الصالح، قال له: كيف تصلي يا حاتم؟ الصلاة فيها ذكر كثير طبعا. يعني أنت إذا قمت إلى الصلاة تبدل صوتك، لونك تغير، يعني لا نصلي مثل صلاتك. فقال لهم: إني إذا أردت الصلاة جئت إلى الموقع الذي أريد الصلاة فيه. فماذا بعد ذلك؟ قال: فأجلس فيه حتى تجتمع جوارحي، ثم بعد ذلك يتأهب إيمانيا أولا. زي المدرس ما بيعمل تحضير ذهني قبل الكلمة، زي حضرتك قبل الحلقة بتعملي تحضير ذهني للحلقة لاستحضار لهذا الأمر. ثم أقوم إلى الصلاة. انظر إلى هذه الحالة التي يحضر نفسه فيها.
فأجعل الصراط تحت قدمي، أجعل الجنة عن يميني، أجعل النار عن يساري، الله من فوقي ناظر إلي الله. ومطلع علي، ملك الموت يطلبني من عشان ورائي. يحس بإحساس القيمة في الصلاة والروحانية اللي هو موجود فيها فهذا والخشوع فهذه والذكر. وسيلة لاستحضار الخشوع في ذكر الله سبحانه وتعالى. وعلى كل يعني الإنسان بأي قدر يتصل بالله حتى لو بذكر الله بدون خشوع، المرة الثانية يكون فيه خشوع لا ينقطع أبدا، وإن شاء الله كل له ثوابه. لكن الله، الذكر إن شاء الله. الذي يحصل هذه المنازل الرفيعة العالية إنما هو ذكر الله بخشوع. الذكر الذي نحصل به ماذا؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. الذكر الذي تتأتى به السكينة ويتأتى به الخشوع والخضوع والهدوء والسكون النفسي والراحة النفسية هو الذكر الذي يستحضر فيه الذاكر هذه المعاني. دكتور محمد داوود، الذكر الدعاء الذي ذكرت. دكتور محمد داوود، فاصل ونتواصل مع حضرتك مرة أخرى ونرجع لحضراتكم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. عودة مرة أخرى مع فضيلة الشيخ محمد داوود، أستاذ العلوم اللغوية بجامعة قناة السويس. أهلا بحضرتك مرة أخرى، مشرفنا. أهلا ومرحبا. ثمرات الدعاء والذكر، في بعض الناس تحب أنها تدعي من القرآن الكريم زي مثلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وبعض الناس تحب تقول لا أنا أقول اللي في قلبي، وبعض الشيوخ تنصحنا بكده إن ربنا أعلم بما يجوش في صدرك وإن شاء الله يحقق لك أمنياتك. أيهما أفضل، يعني إن أنا يعني أدعي بكلام القرآن الكريم ولا إن أنا أدعي باللي في قلبي؟ ما من شك أنه إن كان يحفظ القرآن الكريم ويعلم الآيات فالدعاء بما جاء في القرآن أفضل. أفضل الدعاء ما شرعه الله لنا وجعله في آيات الذكر الحكيم أو من حديث سنة سيدنا رسول الله. فإن كان لا يحفظ فيدعو بما جال في خاطره، يدعو بما يعني أتيح له. لكن إن كان يحفظ وعلى المؤمن أن يجتهد في ذلك، وده أفضل يا فندم. أفضل كثير. الدرجة الأولى دعاء القرآن بلا منازع. أفضل الكلام كلام الله عز وجل، زي ما دعا الأنبياء، زي دعاء الأنبياء. بل نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم يوصينا بذلك. مثلا أوصانا بالدعوة التي ذكرتيها، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال دعوة أخي نبي الله يونس بن متى لا ترد. الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لماذا؟ لأن الله قال بعدها قال الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم. يا رب هذا له وحده؟ لا، لكل المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين. وهنا فقه في هذه المسألة. فضح. يعني فاستجبنا له. هناك في آية الدعاء يقول ربنا سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هنا أجيب، هناك فاستجبنا له. هل هناك فرق بين إجابة الدعاء واستجابة الدعاء؟ نعم طبعا، وأبينه. استجبنا له
استجابة. إجابة الدعاء يا سلام يا سلام. تكون النظر في الدعوة، لكن الإجابة قد تكون على نحو غير الذي طلبته أنا، طبعا. لأن الله يعدل في الرغبات بما فيه صالح. لكن استجبنا الدعاء له. يغير القدر، الدعاء يغير القدر. هذه مسألة طبعا. أخرى. طبعا. الإجابة، إجابة الدعاء أن الله يجيب الدعوة وينظر فيها، لكن إجابتها قد تكون بغير ما طلبته أنا، لأن الله لطيف بي فيعدل الرغبة بما فيه صالح، بيعمل لنا الأفضل لعبده لعباده يعني. لكن استجبنا فاستجبنا له أن الله يجيب الدعوة بنفس المطلوب، عايزه اقول يحقق لحضرتك نفس المطلوب. هل الدعاء، التكرار في الدعاء، في بعض الناس بتتصور ان انا لما ادعي كتير على شيء معين ان ربنا يعني هيرأف بحالي ويلبي لي دعائي، هل ده صح ولا ده مفهوم خاطئ؟ هو برضو اللي ربنا عايزه هيكون وهيعمل لنا ما من اللي صح. شك أن الإلحاح في الدعاء فيه تضرع وابتهال لله سبحانه وتعالى، وهو بيقين من سنة نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم. والله يحب من العبد المؤمن أن يلح عليه في الدعاء، لأن هذا يظهر عبودية الإنسان وتضرعه إلى الله وحاجة العبد إلى مولاه. وفي هذا يعني محبة من الله للعبد وإشفاق من الله على عبده المؤمن فيستجيب له الدعاء. فضيلة الشيخ، دايما ناس كتيرة بتتظلم في الحياة الدنيا، وحضرتك شايف المشاكل والحالات الاقتصادية وكده، فناس كتيرة جدا تظلم بعضها، فالبعض يقول لك أنا يعني مش بدعي على اللي ظلمني، بس أنا بدعي لربنا. وبعض الشيوخ الأجلة زي حضرتك يقول لك ما تدعيش. فهل المسلم المظلوم هل يدعي؟ وربنا وعدنا إنه برضه هيرد. ما تدعيش. شوف يا أستاذة، اتفضل حضرتك. هيرد المظالم يعني. له أن يدعو لكن لا يتجاوز في الدعاء. يعني مثلا المظلوم ماذا يقول؟ ربي إني مغلوب فانتصر. اللهم إني مغلوب فانتصر. ربي إني مغلوب فانتصر فاستجبنا له. الله عز وجل يعني الإنسان يدعو حين يظلم ويدع أن الذي ينتصر له هو الله سبحانه وتعالى. لأن الله حكيم، لأن الله خبير، لأن الله قدير. ومن هنا حين يكل الإنسان الأمر إلى الله يدعو، لكن يكل أمر أخذ الحق والانتصار له والإجابة بأي حق يعني، أو رد المظالم لربنا. الله سبحانه وتعالى سيوفيه حقه. الله. وله وعد من الله سبحانه وتعالى بأن الله سينصره. ولذلك من قال هذه الدعوة ربي إني مغلوب فانتصر وكررها ووكل الأمر لله سبحانه وتعالى فإنه منصور من الله لا محالة. لا محالة. الله. لكنه يتمهل، يعني لا يتعجل ويتأدب في الدعاء، ولا يكون النصرة تأتي على هواه، وإنما تأتي بحكمة الله سبحانه وتعالى. وهذا من بركات الله سبحانه وتعالى للإنسان ولطفه به. فالمظلوم له أن يدعو، طبعا له أن يدعو. ما الذي يجعل الحياة لا يكون حين يعلم أن له ربا يأخذ حقه وينتصر له طبعا. إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة تهدأ نفسه. لولا هذا الهدوء لشاع الانتقام بين الناس وزادت الشرور. لذلك القرآن يأمرنا بأن نتبصر في حالنا بأن هذا الكون له رب عظيم، له رب قادر يأخذ للمظلوم حقه. طبعا. فعلى المؤمن أن يدعو إذا ظلم ربي إني مظلوم فانتصر، ربي إني مظلوم فانتصر، ربي إني مظلوم فانتصر. وهنالك أدعية هي حصن للمظلوم حتى لا ينتصر عليه الظالم بعد ذلك. طبعا. ومن ذلك ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، وأعوذ بعزة الله الذي لا إله إلا هو
الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان، ويسمي الظالم الذي يظلمه، ومن شر أعوانه وجنوده وأشياعه من الجن والإنس. اللهم كن لي جارا من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ومن الدعاء أيضا قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. هذا يجعل المؤمن في حصن الله. اللهم احرسنا والنفس تكون مطمئنة، والنفس تكون مطمئنة. ما من شك أن ذكر الله يجعل النفس تكون مطمئنة، والمؤمن حين يكون على يقين بأن الله سينصره ويأخذ له حقه الإنسان يهدأ وتستقر نفسه، ينتظر يهدأ وتستريح نفسه، فلا تكون دواعي الانتقام والتشفي. ولذلك هناك مرتبة أعلى من ذلك. فضيلة الشيخ محمد داوود، هنستكمل حوارنا الشيق مع حضرتك، ناخد فاصل ونرجع لحضراتكم على طول في برنامجنا نور في قلبي، انتظرونا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. سعيدة بوجودي النهارده مع فضيلة الدكتور محمد داوود، أستاذ العلوم اللغوية بجامعة قناة السويس. أهلا بحضرتك معانا يا فندم. أهلا وسهلا. دايما بنقول ما بيردش القضاء إلا الدعاء. فناس كتيرة بتتصور إنها تذكر كتير وتدعي كتير، وفي البعض يقول لا هو مكتوب وقدر، ومهما هدعي أنا هعمل العبادات، لكن أنا مهما هدعي هو مكتوب لي عند ربنا من قبل ولادتي كمان، على رحم الأم زي ما بيقولوا. فعايزين نعرف من حضرتك تصحيح هذه المقولة. أولا كتابة الله عز وجل لقضائه وقدره هذه كتابة بسبق علم وليست فرض على الإنسان. يعني مثل المدرس حينما ولله المثل الأعلى حين يقولون له أعطي توقع لنتائج طلابك، فيقول هذا امتياز وهذا جيد جدا وهذا جيد، وإذا دخلوا الامتحان يحصلوا على نفس توقع المدرس. ولله المثل الأعلى. فكتابة الله عن سبق علم وخبرة وحكمة، لكن لم يأمر بها. هذه واحدة. الأمر الثاني حديثان وردا. حديث الإمام مسلم بأن الله إذا قضى شيئا كان، والحديث الذي ذكرتيه وارد فعلا بأنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، والعلماء بينوا معنى لا يرد القضاء إلا الدعاء، إنما هو تهوين القضاء حينما يدعو الإنسان فيهون الله سبحانه وتعالى القضاء على المؤمن. أيضا حين يدعو مثلا بطول العمر، وهذا وارد في الحديث، بمعنى زيادة في طول العمر ببركة الدعاء، بركة العمر، لأن الطاعة تزيد بركة العمر والمعصية تمحق بركة الوقت. فهذا المعنى معناه الزيادة المعنوية في العمر، الزيادة المعنوية في اللي هو العمر يزيد بس بالبركة وبالصحة وبالراحة البال. راحة البال أن تقضي فيه أعمالا من الطاعات طيبة. العمر يزيد بأن يكون الثواب فيه عظيم. مثلا حين يقضي الإنسان ويصيب في ليلة القدر، هذه زيادة في العمر خير من 1000 شهر طبعا بميزان الحسنات. طبعا. في يوم عرفة حين يصوم المؤمن غير الحاج كلها، فالسنة الماضية والسنة القادمة. إذن
ما من شك أن الصالحات وأن الدعاء تزيد البركة في العمر بهذا المعنى، هذه الزيادة المعنوية. افضل اوقات الذكر يعني هل فعلا هو فتره الفجر وما بعدها لحد ما من الشروق؟ شك أن وقت السحر قبيل الفجر، ما من شك أن عند صلاة الفجر وقبل الصلاة وبعد الصلاة، قبل الصلوات المكتوبة وبعدها، وعند الأذان والإقامة، هذه أوقات فاضلة، أوقات فاضلة مثل الأزمنة الفاضلة، مثل يوم عرفة، مثل ليلة القدر، مثل شهر ليالي رمضان رمضان طبعا. إلى آخره. كل هذه المسلم وهو مسافر صح كده يا فندم؟ المسافر له دعوة مستجابة. كل هذه الأوقات التي نصت عليها السنة أوقات فاضلة، وهنالك أزمان فاضلة ينبغي أن يكون حريصا عليها. وفي وقت الولادة المرأة وهي بتوضع طفلها؟ لا من شك يعني هي أوقات الشدائد يكون الإنسان مضطرا. الله. وهناك آية تقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فوقت الولادة وقت اضطرار فتنطبق عليه هذه الآية. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وأيضا كما أن هناك أزمان فاضلة هناك أماكن فاضلة. يعني مثلا عند الكعبة البهية، في الروضة البهية، في المساجد، في أماكن الطاعة، هذه أماكن فاضلة. طب عايز أسأل فضيلتك حاجة، في بعض يقول لك إيه ربنا موجود في كل مكان، ادعي بس، صلي وادعي في أي مكان وربنا هيقبل. هذا حقيقي. تصحيح لحضرتك يعني عايزة ما من شك أن هذا حقيقي، الإنسان يدعو في أي مكان. لكن هناك أماكن شرفها الله سبحانه وتعالى. طبعا. هناك أزمنة شرفها الله، هناك أشخاص يرتجى منهم الدعاء، إنما يتقبل الله من المتقين. طبعا. الوالدان لهم الدعاء لابنهما أو لبنتهما إنما هو دعاء مستجاب. الإمام العادل له دعوة مستجابة. الله. ما من شك أن الله عز وجل يبين هذه السبل حتى تكون فرصة يغتنمها العبد المؤمن لإجابة الدعاء. فضيلة الشيخ لو سمحت عايزة أسأل حضرتك سؤال. حضرتك احنا اتفقنا ان تقريبا وقت الدعاء والمستحب والأفضل ان احنا العبادة اللي هي بتكون بالليل مقربة على الفجر وقت بس لو الإنسان صحته ما بقتش تستطيع ان هو يسهر، مثلا هيقوم يصلي الفجر، لكن الواحد في صغره بيقدر ان هو يسهر ويقعد فترات طويله ويكمل لحد الشروق. في الحاله زي كده ممكن ان انا استبدل ده مثلا بوقت المغرب بعد العصر، هل ده ينفع ولا لا؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كل انسان على قدر طاقته وعلى قدر سعته مقبول برضه، وعلى قدر كل شيء مقبول بأي قدر. وما من شك أن الفرص عديدة، من فاتته فرصة يجد الفرصة البديلة. وليست فرصة واحدة بل فرص لكن مقبول برضه ومستحب، وإن شاء الله ربنا يقبل دعاء للجميع يعني. وعظيم. لا يرد سائلا قط. ما دام الإنسان أخلص الدعاء فالله لا يرد سائلا قط. وعدنا بالإجابة. ومن فتح الله له باب الدعاء فتح له باب الإجابة. طب سؤال أخير لحضرتك. في بعض الناس تقرأ كتير في القرآن أو تسبح كتير يقول لك ده أنا نسيت إني أدعي. هل ربنا أعلم؟ طبعا يعني ربنا أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يعني لو شغل الإنسان الذكر واشتغل بالذكر الله يعلم سؤلنا ويعلم حوائجنا ويعطينا أفضل مما نطلب. فالذاكر له هذه المنزلة. ونريد أن نطمئن المؤمنين إلى أنه ليست هنالك دعوة تهمل عند الله. لقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يدعو بدعوة إلا كان له بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله له دعوته في الدنيا، يعني الشيء اللي طلبه يتحقق. عايز سيارة، عايز سكن، عايز سفر يتحقق، عايز وظيفة تتحقق. إما أن يعجل الله له دعوته في الدنيا، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثلها. طب عايز سيارة ورجله كانت تتقطع، لا خلي رجله أهم من لا 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 ده مش دعاء. خلي رجله أهم من السيارة. فيصرف الله بلطفه عنه من السوء بمثلها.
وإما أن يدخرها له يوم القيامة، وهذه الأعلى، حتى يأتي العبد يوم القيامة ويجد في صحيفته حجا وجهادا وخيرات كثير، فيقول يا رب أنا ما عملت هذا، فيقول عبدي دعوتك. علمت صدق نيتك يوم أن دعوت بكذا بكذا، وليس العبد بأكرم من ربه. طبعا. فليست هنالك دعوة تهمل. ومن هنا الصحابة قالوا فرحوا بما يدخر لهم يوم القيامة، قالوا إذا نكثر يا رسول الله، يعني نكثر الدعاء. قال الله أكثر، أي أكثر عطاء وأكثر فضلا، فينبغي للمؤمن أن يكثر من الدعاء، فهذا اللهم شأن تقبل الأنبياء. الدعاء. وسعيدة بوجودي مع حضرتك النهاردة، وشرفنا بوجود دكتور محمد داوود أستاذ العلوم اللغوية بقناة السويس. سعيدة بوجودي مع حضرتك النهاردة في حلقتنا النهاردة من برنامجنا نور في قلبي. انتظروني في حلقات جديدة، وإلى أن نلتقي لكم مني أرق الأمنيات.